بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أخويا الكبير اللي كبرنا أنا وهو في بيت واحد يعمل كل ده. أبويا سابني وأنا عمري 4 سنين، وأمي بتقول هو ما بقاش عايز يشيل المسؤولية فسابنا وراح وما نعرفش عنه أي حاجة. ولما عدت الأيام والعيشة اللي كنا عايشينها كانت صعبة جدا، بس اتحملنا كل حاجة. وأول ما وصلت 14 سنة أمي بقت بتشغلني في البيوت عشان يعني أساعدها في مصاريف البيت. وأنا كان ليا أختي أصغر مني وأخ كان أكبر مني، وأخويا ده ما كانش بيعمل حاجة، بالعكس هو اللي كان بيطلب فلوس منا. كانت كل حاجة فيه وحشة، طبعه وتصرفاته اللي كان بيعملها معايا كان صعب، وما اقدرش اقول عنه لأي حد عشان كان بيهددني، وكنت بسكت عشان بخاف وكمان عشان كنت صغيرة، وفضلت ساكتة عشان زي ما قلتلكم خايفة منه، وكان بيهددني على طول. لكن بعد كده اتكلمت مع ماما وحكيت لها الموضوع، قالت لي مستحيل وما تقوليش كلام زي ده. أنا عارفة هي ليه بتقولي كده، عشان هو اللي بيصرف على البيت، وهو في الأول ما كانش بيشتغل ولا بيعمل حاجة، وبعد ما عدت الأيام والشهور والسنين اشتغل مع واحد قريبنا، وهو اللي بقى بيصرف على البيت. فأمي قالت لي الكلام ده مسمعوش تاني، ومستحيل ازاي تقولي الكلام زي ده. وعشان هي كانت لا حول ليها ولا قوة، وكمان أبويا تخلى عننا واحنا صغيرين، ما صدقت حد يساعدها في مصروف البيت، وكمان هو اللي بقى بيصرف وهي قعدت في البيت ما بقتش بتشتغل، وهو بيستغل أي فرصة تجيله وهي مش موجودة. لكن لما بقيت بحكيلها عن الموضوع بصراحة ما بيحصلش قدامها حاجة. لكن بعد كده وبعد ما اطمن إنه هي في صفه بقى حتى وهي موجودة، لأ وكمان أمك ما تسمعش، وما بقتش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. وماما اللي هتساعدني وتوقف جنبي، بالعكس هي واقفة جنب أخويا، كانت على طول بتقولي هو ما يعملش حاجة زي دي. المهم في يوم من الأيام اتصلت بعمتي وهي كانت عايشة في محافظة تانية، كلمتها وخليتها تيجي عندنا، حكيت لها الموضوع مع إنه ماما كانت رافضة تماما إني أحكي حاجة زي دي، وكانت على طول وأنا بتكلم هي بتقولي دي كذابة وما تصدقيهاش، دي واحدة مجنونة. لكن عمتي كانت بتخاف ربنا ومصدقاني في كل كلمة، عشان كده اقترحت عليا إني خلاص كبرت وإني أروح أعيش لوحدي كمان وأشتغل وأصرف على نفسي. قالت لي بصراحة أنا عايزة أخدك تعيشي معايا، وزي ما انتي عارفة أنا كمان عندي شباب في البيت وموثقش في حد، ومعرفش ايه اللي هيحصل أخوك وشوفي عمل ايه، فما بالك بجوزي وولاد عمتك. أنا بصراحة مقدرش أتحمل مسؤولية زي دي، واللي هقدر أنصحك بيه وأقولهولك إنك تشتغلي وتعيشي لوحدك. لقيت كلامها منطقي، مع إنه ماما ما كانش فارق معاها أطلع من البيت وأعيش لوحدي وأشتغل، مش مهم، كل اللي كان بيهمها ابنها الوحيد. وكانت ليا أختي أصغر مني فكنت خايفة عليها لا يحصل زي ما حصل معايا. قالت لي ملكيش دعوة بيها، روحي انتي بس وهي معايا في أمان. انتي بصراحة بس بتتبلي على أخوكي
وعايزة تفضحينا قدام الناس، فالأحسن تعملي زي ما عمتك قالتلك. حاولت كتير ألاقي تفسير لقسوة ماما معايا، بصراحة ملقتش، ورحت قعدت أدور على شغل، وكل مرة في مكان، لكن لقيت الظروف صعبة ومش عارفة أعمل إيه لوحدي. فعشان كده رحت في طريق غلط، بقيت كل مرة مع واحد شكل، وكل مرة في مكان، وكل مرة في بيت. لقيت الوضع صعب ومقدرتش أكمل في الطريق ده. حاولت أرجع بيتنا، وفضلت أترجى في أمي عشان هي تخليني أعيش معاهم تاني، وخليها تكلم أخويا وتعرفه إنه حرام اللي بيعمله وما ينفعش يجي ولا يقرب لي. لكن مفيش فايدة، وكان بيجيلي في نص الليل على أوضتي ويعمل اللي كان بيعمله. ولما أشتكي لماما برضه مفيش فايدة، هي كانت على طول بتقولي انتي مجنونة وبتتبلي على أخوكي، ومفيش أي حاجة من اللي بتقولي عليها. وفي الآخر استسلمت للأمر الواقع، وما بقتش بحكي أي حاجة من اللي بتحصل لماما. قلت مهما أقولها هي خلاص مصدقة ابنها، ومستحيل إنه هي في يوم من الأيام هتخاف عليا وتوقف جنبي. ونزلت أدور على شغل، وبقيت بشتغل وأرجع البيت، لكن في مرة يحصل حاجة، وفي أوقات هو ما كانش بيرجع، لأنه في أيام كان بيشتغل بالليل. لكن أنا الوضع ده مش عاجبني ومش لاقية أي حل، وأنا بصراحة زهقت من العيشة دي، وما بقتش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. حتى لو فكرت إن أنا أسكن مفروش، فشغلي مش هيكفي مصاريف البيت أو أدفع حق الإيجار، لأنه الحياة صعبة جدا. وأنا أبويا معرفش عنه حاجة من وقت ما سابني وأنا عندي 4 سنين لغاية ما وصلت دلوقتي 26 سنة. إحنا ما نعرفش عنه حاجة، لا ميت ولا عايش. وأنا بصراحة مليش ولا جد ولا جدتي إن أنا أروح عندهم وأعيش معاهم. كل اللي موجود هي عمتي، وللأسف هي قالت لي ما ينفعش إن أنا أرجع أعيش عندها، عشان هي كمان عندها جوزها وعندها شباب كبار في البيت، فبتقولي مش هينفع إن انتي تيجي وتسكني معايا. إذا كان أخوك شوفي عمل إيه، فما بالك بعيالي وجوزي. وأنا لو شفت هلاقي كلامها صح، وأنا بصراحة خايفة وما بقتش قادرة أتحمل اللي بيحصل معايا. عشان كده قررت إن أنا آجي وأشارك معاكم حكايتي، عشان تنصحوني وتفيدوني وتقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي في مشكلتي. لكن أختي اللي أصغر مني هي عمرها 18 سنة، وأنا سألتها على أخويا إذا كان عمل حاجة، بس هي بتقول مفيش حاجة حصلت. مش عارفة هي بتتكلم صح ولا هي بتخبي عليا حاجة عشان أمي ما تعملش فيها زي ما عملت معايا.